السلام عليكم يا أبطال، يا رب تكونوا بخير بإذن الله. النهاردة الحلقة الرابعة من سلسلة ابدأ صح. النهاردة هنتكلم عن أهم الأفعال في الإنجليزي وهما verb to have و verb to do. يعني لو لسه بتتلخبط مش عارف تستخدمهم صح، الفيديو ده ليك. خليني أقول لك إن verb to have معناها يمتلك و verb to do معناها يفعل أو يعمل. يبقى احنا خلينا النهاردة أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة بإذن الله هي verb to have. قلنا verb to have معناها إيه؟ يمتلك. اللي احنا هنتكلم عليه برضو verb to do قلنا معناها ايه؟ يفعل او يعمل. عايز اقول لك ان verb to have verb to do بس دول مش مجرد معاني، دول كمان بقدر استخدمهم في تكوين الجمل، وان انا ازاي اعمل بيهم نفي واقدر اعمل بيهم سؤال. يعني لو عرفتهم صح في الانجليزي يبقى بالنسبه لك هيبقى اسهل وامتع ان شاء الله. فاحنا اول حاجه خلينا نبتدي بيها النهارده هي verb to have. verb to have معناها ايه؟ قلنا معناها يمتلك. طيب الاستخدام بتاعه ايه؟ الاستخدام بتاعه يبقى الاستخدام هي بتعبر عن الملكية. يبقى verb to have بيعبر عن الملكية، زي لما اجي اقول I have a book، او لما اجي اقول she has a cat. she has a cat. طيب خد بالك من جزئية معينة كده، ان مع I we و you و they إيه اللي بيجي معاهم؟ بيجي معاهم have. طيب مع he والشي وات إيه اللي بيجي معاهم؟ بيجي معاهم has. طيب ايه تاني؟ لما اجي اقول لك مثلا جملة I have a dream، انا بمتلك حلم. وانت كمان اكتب لي في الكومنت ايه الحلم بتاعك بالانجليزي. يبقى I have a dream. طيب لو انا دلوقتي عايز انفي الجملة، هل have تقدر تنفي نفسها؟ اقدر اقول لك ان have ما تقدرش تنفي نفسها. ليه؟ لان have هنا جاية من ضمن الافعال الأساسية اللي هي المين verbs، من ضمن الأفعال الأساسية. طيب ليه؟ قال لي خلي في جزئية كده في دماغك، إن have و has لو جه وراهم noun أو اسم يبقى هما من الأفعال الإيه؟ الأساسية. طيب إمتى تبقى من الأفعال المساعدة؟ دي في حالة تانية بإذن الله هبعرفك إمتى have و has تقدر أعتبرها من الأفعال المساعدة. طيب يبقى أنا دلوقتي عشان أعرف أنفي لازم يبقى معايا verb مين؟ verb to do مظبوط، اللي هي تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة verb to do. طيب قلنا verb to do معناها يفعل أو يعمل. طيب يبقى الاستخدام ل verb to do هو القيام بشيء ما. القيام بشيء ما. طيب ازاي؟ لما اجي اقول I do my homework. I do my homework. او لما اجي اقول مثلا she does the dishes. طيب عايز اقول لك ان verb to do هو ده الفعل الوحيد اللي من ضمن الافعال المساعده اللي بيساعد كل الافعال الاساسيه. يبقى هنقول ان verb to do بيساعد كل الافعال الاساسيه. فين؟ في النفي والسؤال. يبقى verb to do بيساعد كل الافعال الاساسيه في النفي والسؤال. طيب ازاي؟ لما اجي اقول she has a cat، خلاص اتفقنا ان verb to has هنا من الافعال الاساسيه عشان جه وراها اسم. تعرف تنفي نفسها؟ لا طبعا ما تعرفش تنفي نفسها. فيبقى verb to do اللي احنا قلنا ان مع I we و you و they بيجي معاهم do، ومع الهي والشي والات بيجي معاهم does. طيب والنفي بتاعهم هيبقى ايه؟ هيبقى بنوت. طيب يبقى انا دلوقتي هنا هقول she doesn't. طيب ينفع انزلها زي ما هي؟ قال لي لا غلط. ليه؟ قال لي عشان ما ينفعش فعلين يجوا متصرفين في نفس الزمن. فين الفعلين دول؟ doesn't في زمن المضارع او البريزنت، وهاز نفس النظام في زمن المضارع او البريزنت. فهاز هتضطر ترجع للشكل الاساسي بتاعها اللي هو have. ليه؟ عشان ما ينفعش فعلين يجوا متصرفين في نفس الزمن. طيب يبقى انا كده عرفت ان verb to do هي اللي بتساعد كل الافعال الاساسيه في نفي الجمله وعمل سؤال. طيب عايز اعمل سؤال، نفس النظام لازم اجيب الفعل المساعد بتاعي في الاول اللي هو do او
does، وبعد كده هيجي وراهم السبجكت او الفاعل او الضمير بتاعي، وبعد كده يجي وراهم infinitive. اشمعنى infinitive؟ عشان ما ينفعش فعلين يجوا متصرفين في نفس الزمن ودو does موجودين، واكمل بقية الجملة بتاعتي وسؤال. فانا لو عايز اخد الجملة دي احولها لسؤال فهقول does she have a cat. does she have a cat؟ الإجابة بتاعتي يا إما هتكون يا إما yes يا إما no. هعمل إيه عشان أحل حاجة زي كده؟ هعمل مقص، يعني أبدل الأماكن. يبقى yes she does، طبعا no بتعبر عن النفي فهتبقى negative، فهقول no she doesn't. تمام، يبقى انا اخدت النهارده فعلين، verb to have و verb to do. verb to have بتعبر عن الملكيه، verb to do بتعبر عن القيام بشيء ما. قلنا ان verb to do هي اللي بتساعد كل الافعال الاساسيه في ان هي تقدر تكون، تقدر تنفي الجمله او تقدر تعمل بيها سؤال، ولازم يجي الفعل بعدهم يكون infinitive عشان ما ينفعش فعلين يجوا متصرفين في نفس الزمن. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب علشان توصلك الفيديوهات او الحلقات اول باول، وتعمل شير علشان غيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.